الخريطة هذه اللي أنا حاطها لكم هي نفسها شعار الأمم المتحدة، هي نفسها شعار منظمة الصحة العالمية، هي نفسها شعار منظمة الطيران المدني، هي نفسها شعار نظام الملاحة العالمي. هذه الخريطة اللي دائما تشوفونها في الشعارات، هذه الخريطة الحقيقية اللي حاطينها لكم قدام عينكم، بس قليل من يعني طالع وفيها وتأكد منها، أو على قولتهم جاء قال وش دي الخريطة أو فكر كذا فجأة، لأنه خلاص متعود على كروية الأرض. في واحد يقول مثلا لو ايش المانع انهم يقولون ان الأرض مسطحة، ايش المشاكل اللي قاعدة تصير؟ لا، هي مشاكل تصير كثيرا، لأنه أنت بدايتك من يوم ما جاي شيء اسمه منهج تعليم أنت تعلمت كروية الأرض، وأجيال تخرجت ودرست واختبرت على أساس كروية الأرض وحركتها حول الشمس وداخل المجرة، أشياء كثيرة. شوف كم سنة، تخيل كذا فجأة أنت تنام وتصحى تسمع خبر رسمي إن الأرض مسطحة، وإن هذا الشيء اللي كنا نقوله لكم ما هو صدق. يعني الأرض ميكورة ولا تتحرك ولا هي في السماء، وإن الكون هذا مختلف، ترى حنا نخدعكم. منو ذا الغبي اللي بيسوي كذا؟ هذا واحد. الأمر الآخر، أكثر شيء راح يتضرر التعليم، الطلاب والمدرسين. الطلاب بيتضررون ان اولياء امورهم بيقولون احنا ما عاد نثق فيكم يا حبيبي، تدرسونا تنقلونا اشياء كلها كذب، ما تاكدتوا بنفسكم. يعني تدرسون اشياء وانتم ما تاكدتوا بنفسكم، الحين طلعت كذبه. التعليم الباقي حقكم ما ثق فيه، كله نقل. الشيء الاخر راح يصير الضرر اقتصادي تجاري. ليش؟ انت تعالي يا وكالة ناسا وكالة سبيس، انتم سنوات قاعدين تخدعونا، الوضع ما راح يمر مرور الكرام. تعال حبيبي، راح نحاسبكم على كل الضرائب اللي كنت تاخذونها من الشعوب، ترجعونها. كل الضرائب اللي كنت تمصونها من الناس من الشعوب رجعوها. الشيء الثاني، نطالب باغلاق هذه الوكالات. الشيء الاخر، نطالب هذه الوكالات بتعويض على الخدع السنين اللي مرت على الشعوب العالم. هذه الوكالة راح تقفل، تخسر ميزانيتها، ترجع أموال الناس، تتحاكم. هذا طبعا هذا لو على قولتهم، لكن أنا أقول لك إيش اللي قاعد بيصير.